خشي. ما تمسكنيش كده. هوريكي. ما امسكيش كده، ده انا هوريكي، هربيكي انا من اول وجديد. ده ايه ده؟ ازاي تعملي كده؟ في ايه؟ حصل ايه؟ ازاي بتكلم اختك كده؟ وانا لسه عملت حاجه؟ ده انا هدفنها هنا. ايه؟ تقول ايه؟ في ايه؟ هتقول لها ولا اقول لها انا؟ حصل ايه طيب؟ بنتك قاعده في كافيه مع واحد بتضحك وبتتمرقع ومفهماني ان هي في الكليه. الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده صح؟ ايه بتفكري تكتبي؟ بتفكري في ايه؟ انت مالكيش خروج من البيت ده تاني، مالكيش حتى كليه، فاهمه ولا لا؟ خلاص يا بيان، خش اوضتك. يا ماما خش اوضتك، خش اوضتك، خش اوضتك دلوقتي يا بيان. خش اوضتك، خش اوضتك، خش اوضتك. تعالي يا حبيبتي، تعالي. ايه رايك في عمري اللي ضاع عليكم؟ لا جاوبي. ايه رايك؟ انت هتعملي في ماما كده؟ هتعملي فيا كده؟ يا ماما عمر ده زميلي في الجامعه وهو ولد كويس اوي والله. انت عارفاني انا مش بتاعت الحاجات دي. يا ماما انا عمري ما هعمل اي حاجه توطي راسك في الارض. زميلك في الجامعة؟ يعني جوه الجامعة مش بره في الكافيتريات. دي تربيتي؟ ها؟ ردي. ولكن أنا منعت إبراهيم عنك عشان ده اللي لازم يتعمل. مش هسمح لك لا انتي ولا إبراهيم بعد العمر ده انتوا بتضيعوا مني. مفهوم؟ من النهارده في معاملة تانية خالص خالص. مفيش خروج، مفيش خروج بره البيت. مفهوم؟ قولي خشي اوضتك، خشي. مساء الخير. انت بتعملي؟ ايوه. حضرتك انا عمر زميل لسه في الجامعه. انا عايز اتجوز صح. جميل. ده احلى خبر سمعته من فترة طويلة قوي. احسن حاجة عملتها هالة اختك في حياتها كلها. وانا من بكره الصبح هروح اعمل لحضرتك التنازل. خليه يتحرق بقى على شقى عمره اللي عمله من ورانا. غلط، اوعى تعمل كده.
غلط. عشان هالة يعني وفلوس هالة. على فكرة هالة ممكن تاخد حقها ناشف عادي، او ممكن تبقى شركتنا احنا. لا، مش عشان كده وبس، عشان كمان الدرس اللي بقالي فترة عمال اعلمهولك وانت مفيش فايدة، ما لقطتش منه اي حاجة. درس الفار والمصيدة. انا عايزك تفضل قاعد قصاده كده، عشان كل ما يشوفك يقع ويتحسر. فاهم يا ابني؟ خد بالك من حاجة مهمة اوي. انت في ايدك دلوقتي 51% من الاسهم، يعني القرار بتاعك انت. ليه تحصره مرة واحدة لما تقدر تحصره كل يوم؟ صح، اهو مش غلو في نفسه على الاقل، بدل ما يبقى مركز معانا. عارف ايه اللي مضايقني في الموضوع ده بس يا كريم؟ ان انا معيش شريط صوت وصورة للي حصل. انا ادفع 100 مليون جنيه واشوف وش الكلب ده لما دخل مكتبه ولقاك قاعد عليه. ايه يا بابا، ايه يا بابا، الملايين بقت سهلة عندك قوي كده ليه؟ ما كفايه ال 150 مليون اللي احنا لسه متبرعين بيهم. مش خسارة في اهالينا الغلابة. خدها حكمة مني يا ابني، اعمل الخير وارميه في الميديا. تعمل الخير وترميه فين؟ في الميديا. يا ابني ما بقول لك ايوه، ما عنديش مكان في المحل، شوف لي مخزن يا مؤمن. ما فيش، البضاعه جايه كمان شويه وما عنديش مكان. طب استاذ استنى بس يا دكتور، استنى. يلا يا مؤمن بسرعه يلا. ها تشرب يا دكتور؟ لا مش وقته، يعني انت مشغول وفي بضاعه وكده ده، يعني وانا بصراحه عايزك في حوار فمش وقته. لا والله، ده نقفل المكان ونقعد نرغي للصبح. ده انت اللي في الحته يا غالي. والله برضه ست ومروه يعني، والله انا مقصر معاها انا عارف. لا انا مقصر على حاجه يا عم، يعني كفايه الواجب اللي انت عامله معانا، وكفايه موضوع الوصولات اللي انت شلتها معانا دي. صلاه تالي كان معانا اول امبارح تقريبا، حاجه كده يعني. يعني معلش انا اسف طبعا، بس مش وقت بس والله. لا يا دكتور، لا في حقك يا اخي. انا بفك معاك بكلمتين، ده حساب كده في دماغي، تكاليف وحاجات، وقلت لك اللي انت هتعوزه رقبتي ومش هقصر معاك. والله يعني مش عارف اقول لك ايه، بس بعد اذنك ممكن 1000% وهرجعهم يوم 15. احنا عندنا في المعمل بنقبض كل 15 يوم، ان شاء الله باذن الله يوم 15 بالظبط هتلاقيني جايب لك الفلوس. بص انا جات لي فكره، حاجه كده اقول لك عليها، تروح البيت تفكر فيها، ولو ماشيه معاك تيجي تقول لي امين. انا ساعات كده بيجي لي شغل كده ببقى عاوز اشيله في مكان، اهو بقى يبقى شغل وزيتنا في ايدينا كده، لا وصولات ولا مليم رايح ولا مليم جاي. ايوه يعني، بس ايه الشغل وايه الحاجات اللي ممكن اخليها عندي يعني؟ انا بيجي لي كام حته مصوره كده في الشهر، ماشي، ثلاجات غسالات الحاجات ديت، عشان نوصلها للناس بسعر مهول ما يدفعش عليها جمارك. متهربه يعني؟ تهربه ايه يا دكتور؟ في ايه؟ مخدرات؟ لا ثلاجه غساله، مالك في ايه؟ مفيش يعني، بس الحاجات دي ما بيبقاش عليها مسؤوليه. انت ما كتبت الوصولات ما كانتش مسؤوليه يا دكتور. وبعدين بقول لك ايه، انا اي مكان عندي هتبقى مكان مشمول، انما انت مين هيخش يفتش عندك لا مؤاخذه؟ انا ببيع 10 حتت في الشهر وهديك على الحته 500 جنيه. شوف انت بقى وانت حاطط رجل على رجل وقاعد في بيتك هيجي لك كام كل اول شهر. احسبها برضه، انا لو زنقت في تجارتي انا برضه هدور على اللي ليا بره. الحاجات اللي احنا هنستفيد بيها اكتر بكتير قوي من شوية الفكة دول. قول لي يا كريم، مشروع ارض الواحات اللي احنا بنبنيه لحساب الوزارة، دراسة الجدوى بتاعته بكام؟ تقريبا 400 مليون. انا عايزك تنفذه ب 250 مليون. تمام خلاص، مفيش مشكلة. هشوف انا حد تاني يقدر ينفذهولي بالمبلغ اللي انا محدده. قد كده
مش واثق فيا؟ قد كده انت مش واثق في نفسك، مش واثق في قدراتك، مش واثق في دماغك، لان كان لازم اول ما اسال السؤال ده تجاوب عليه وتقول لي اقدر، لان اي مشروع في الدنيا يا ابني مهما كان ممكن يتنفذ بالميزانية اللي انت تحددها وانت بس، ويتنفذ كمان باعلى كفاءة. طب انا هنفذ المشروع ده ب 230 مليون بس. انا راضي بال 250، كفاية قوي ال 150 بتوع التبرع. انا مش طماع، المهم ان بعد 3 ايام اخش مكتبي الاقي عليه الفايل الخاص بالعملية دي ومظبوط والخطة كاملة وما فيهاش اي غلطة، ولو ده حصل هتحصل لك نقلة كبيرة قوي في حياتك العملية مش ممكن تتخيلها. ساعتها هتبقى ابن فضل الخول بجد اللي اقدر استأمنه على كل حاجة. والنقلة دي هتخليني عندك اهم من احمد واهم من سامح. تعبيط يا واد، طبعا انت اهم، انت ابني يا ابني، ابني اللي من صلبي. مهما كانوا اللي حواليا مهمين وبعتبرهم زي ولادي غيرك. ليه؟ لان انت اسمك كريم فضل الخولي وانا فضل الخولي، وهي دي المشكلة اللي بينا. لان في النهاية الابن بيبقى حاجة من الاتنين، يا الامان يا الخطر. وانا عايزك امان يا كريم. انت عايز ايه؟ المقدم سامح قرر في الجنينة يا فندم، بيقول في ميعاد. طب خليه يتفضل في المكتب وشوفوا يشرب ايه على ما اطلع غير هدومه وانزل له. حاضر يا فندم. اتفضلي يا فندم، الف الف مبروك، حضرتك نورتينا. مستر ايهاب بقالك كتير ما شرفتناش. معلش بقى، انت عارفه مشاغل الدنيا. ربنا يكون في عون حضرتك. استاذه ماجده بعد اذنك، احنا نقدر نخلي الحجر بني غامق. هي ايه، ما عجبتهاش ولا ايه؟ لا ده مجرد تعديل بسيط. عيني حاضر طبعا. الو، ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، حضرتك مستعجل ليه؟ هي الدنيا طارت. انا هكون عند حضرتك دلوقتي، واللي حضرتك عايزه هيكون ان شاء الله. شكرا، اتفضل. مش هتشرب القهوه؟ لا معلش عشان مستعجل، ارجوك يا فندم. اول ما الهديه حاضر كلميني. حاضر مع السلامه. سامح باشا. سعد باشا. رجل المهام الصعبة. اهلا باشا. ازيك يا سامح؟ مش الصعب يا فندم. ولا صعبة ولا حاجة يا باشا. صاحبك كان مسلم على الآخر بصراحة كده، هلا مربياه. على قد ما انا مش طايقها على قد ما انا مبسوط قوي باللي بتعمله مع سعيد الكلب ده. حكمية الافاعي كده تتلم على بعض وتخلص على بعض. ما تقلقش على هلا يا باشا، دي بنت فضل بيت صحيح. واخدة مني قوتي وجناني. كل عيل من عيالي واخد مني حاجة كبيرة، بس مفيش حد واخد الحاجات كلها. اصلها كتير قوي. ريهام واخدة مني ايه؟ عنادك. صح، عندك حق. على فكرة انا كلمتها كتير في موضوعكم وحاولت اقنعها انها ترجع عن اللي في دماغها، لكن زي ما انت قلت شيطان العناد راكبها شوية. لا خلاص، ما تحاولش معاها تاني يا عمي، انا هتجوز. يعني ايه؟ يعني خلاص، امي اتفقت مع ناس كويسين هنروح نقابلهم واحتمال نعرف فتحة. يا ابني مفيش راجل عاقل يمشي ورا الحريم في حاجة تخص مستقبله. اوعى تمشي ورا امك يا سامح، انا بقول لك اهو، دي هتورطك وتوديك في داهية. اسمع كلام انا. خلاص يا عمي، ما عادش ينفع. لا معلش، لينا كلام تاني مع بعض. وبقى سلمنا على الحاجة الوالدة وقول لها ان احنا هنيجي نزورها قريب. طيب
استاذن انا بقى عشان يا دوبك. مع السلامه يا فضل باشا. مع السلامه يا سامي. قول له يا فندم، هي ريهام مزعلك في حاجه؟ لا، بس حكايه الصلاحيات والبوزيشن اللي انت عاوز تديهم لاحمد اول ما يجي ملهمش غير معنى واحد، انك عاوز تركب ريهام على جنب. يعني مش عايز تفهمني؟ يا اخي هي عادتك ولا هتشتريها؟ زي حكايه ال 150 مليون ده مفيش حد بيشوفني لما بيسالني على الموضوع ده وانا مش عارف ارد عليه. اضحك اضحك، تموت انت وتخلي الناس تلف حوالين نفسها جنبك. ماشي يا فضل، ابقى طمني عليك. ازيك يا مروه؟ اهلا يا حبيبتي. بصي بقى، انا عندي عزومه بكره وعاوزاكي تشرفيني، ودي بقى يا ستي ورقه الطلبات. حاضر. بس والنبي انا عايزه اللحمه بلدي وتكون قطعيه حلوه. انا ما بشتغلش في المستورد، قلت لك كده كذا مره. الله. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا فندم؟ معلش يعني ان شاء الله طلباتك كلها اوامر باذن الله. خلاص ماشي، ميعادنا بكره الساعه 4، بس والنبي اوعى تاخريني ولا تعملي الاكل بدري فجاه اخده بارد. جرى ايه يا رشا؟ هو انا اتاخرت عليكي قبل كده او عملت معاكي اي غلطه؟ ولا لازم بقى جو التشرط والاماره على اللي خلفوني؟ الله خير يا فندم، ان شاء الله خير. يعني اعصابنا مشدوده بقى، اطفال وكده، طلباتك اوامر ما تقلقيش. ماشي يا دكتور ولا يهمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضلي. يا بنتي في ايه؟ الولاد اتسمرت مش عارفه ترد عليكي. مالي يا عبد الله؟ مالي؟ متضايقه شويه. مالي؟ المفروض بعد كل اللي بشوفه في حياتي ده تبقى الابتسامه من هنا لهنا. ايه حرام؟ حرام لما فيش غل في اللي حواليا. واضح ان الموضوع مش موضوع زبون وخلاص. فيكي ايه يا بنتي؟ مفيش حاجه يا عبد الله، سيبني شويه وانا هاد. طب يا ترى بقى في اكل ولا هتعملي لي جيلي؟ انا هقوم اسخن لك. استني بس. انا لسه جاي من عند الحاج رجب بنتي. خير؟ عايزني في شغل. شغل ايه ده اللي في معرض الاجهزه؟ من الاخر كده عنده بضاعه متهربه وعايزني اخزنها له عندي هنا في البيت. مصيبه يعني. مصيبه ليه؟ مصيبه عشان بيقول لك انها بضاعه متهربه. عادي يعني، ما المستورد مال السوق. بعدين مين مركز مع مين؟ مين هيخبط علينا ويقول لنا ايه ده ولا فين الورقه؟ معرفش، بس اللي فهمته يعني ان الموضوع ده بيبقى قضيه كبيره، ولو اتثبت فعلا انها بضاعه متهربه وملهاش ورقه تبقى قضيه حتى ملهاش تصالح. انت قادر يا عبد الله، بس الراجل بيقول لك الخدمه دي قصاد الوصولات، جابها لك على بلاطه. والخدمه دي ممكن تبقى توريطه امن من الوصولات. ولا توريطه ولا حاجه، بالعكس انت هتاخد الفلوس وتسدد بيها الوصولات ويحل عننا وياخد فلوسه. وبعدين بقى يا عبد الله، اللي بيخاف في الزمن ده ما بيعرفش يعيش. هو مش خايف، عشان كده تاجر كبير ومعاه فلوس وبيزودها. احنا ياما خفنا. ده انا جاي احكي لك عشان اسمع رفضك الموضوع ده. جاي لك وانا متخيل ان بكده هنهي الخناقه اللي بدات جوايا من ساعه الراجل اللي عرض عليا العرض ده. بعد الاكل هقوم افضي الاوضه اللي جوه. العيال كلهم يتكونوا في اوضه بس يلاقوا ياكلوا، احسن ما ياخدوا براحهم ويموتوا من الجوع.
بقى ذوقك احلى كمان في الجرافطات. والله دي اقل حاجه يعني اقدمها لك على وقفتك جنبي. وبعدين يعني انا لولاك كنت اتبهدلت انا وولد في المستشفى. بس انت يعني عرفت منين يعني يعني مفيش حد مهتم بيا غيرك في المكان ده. ياسر. ايه اتغديتي؟ لا بس طلبت. طلبت ايه؟ ده كمان؟ انت لازم تتغدي غدوة حلوة كده بعد الاسترس اللي انت فيه. يلا نروح نتغدى غدوة حلوة. ايوه بس الناس يعني لو شافونا مع بعض هيقولوا ايه؟ هيقولوا واحدة جعانة وعايزة تاكل. انا لحد دلوقتي مش فاهمه فين مشكلتك. الولد جه خبط على الباب وقال لك عايزه اتجوز بنتك، عامله هيصه ليه؟ انا مش عامله هيصه ولا حاجه، بس انا مش هكذب عليكي، عمري ما تخيلت ان هيجي اليوم ده وابقى فيه لوحدي. بصراحه ده اكتر وقت كان نفسي يبقى فيه شريف الله يرحمه موجود. حتى الولد لما جه ما عرفتش ارد اقول له ايه. هو ايه اللي لوحدك يا امين؟ هو مش هشام ده جوزك؟ على فكره هو جوزك قبل ما يبقى عم بنتك. انتي لسه مصدقه موضوع هشام ده؟ بس ايه يا جميل. يا امين مصدقاه علشان هشام جوزك على الورق ماشي، امه جابته بقى غصب عنه يتجوزك عشان تفضلي انت والولاد تحت طوعها، ده موضوع. هشام خيخه وابن امه وشخصيته ضعيفه، انا مش معترضه، لكن في الاخر جوزك ولازم يقف معاكي في موقف زي ده. لا على فكره انتي شايفه هشام غلط خالص وظلماه. هشام مش كده، هشام طيب وجدع ومحترم، بس هو بيحبش المشاكل وبيكبر دماغه. عموما ما يخصنيش، كويس جدع ولا فارق معايا. انا اللي فارق معايا دلوقتي تقومي تشوفي بنتك دي وتفرحيها بدل النكد اللي انت عاملاه ده. مش يلا بقى يا ماما ولا ايه؟ احنا اتأخرنا قوي على فكرة. والله انا اللي خايفه من اليوم ده، لا اعلم ساعتها البنت هتبقى خسرت باباها ولا مامتها. انا اللي بتاعت نكد برضو. وبعدين يلا ايه، هو انتوا لحقتوا تقعدوا اصلا؟ من هنا لو عليا اسهر عادي، بس ماما بقى ونظام النوم والحركات دي. معلش يا اميني، انت جبتيني فجأة وما كنتش عاملة حسابي. على فكرة انا مش عايزة كلامي يكون جه على وجعتك. لا ما تقلقيش عليا، انا خلاص ما بقتش احس اصلا. يلا يا بنتي. طب بقولك ايه، ابقي طمنيني عليكي. حاضر، وانتي فوقي كده وكل حاجة هتخلص ان شاء الله. ان شاء الله. ما ينفعش يا ياسر، قلتلك ما ينفعش. ياسر لو سمحت بقولك ما ينفعش. مكانك يا حاج في اي وقت، حصلت البركه. اهلا وسهلا، بعدي. يا طه انت زفت عنك يا سيد الناس. طول عمرك داخل وعافي. حبيبي اديني جاي لك من غير ديون المره دي. برضه هتفضل باغل وعافي. صفيت كل حاجه كله ومن دبره يا حاج. بالحضن يا حبيبي. ابويا يا حبيبي. كده بقى تستاهل تطلع تدوق ملوخيه امك. ايه؟ هو في ملوخيه؟ امال ايه؟ طبعا اذنك عشان غلاوتها من غلاوه امي بالظبط. طب خلي بالك ما تخلصهاش، اخواتك جايين. ملوخيه يعني فراخ متحمره. يا ابني اخواتك جايين. احمدك يا رب. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يا طه انت يا زفت. انا حطيت البشاميل على المكرونه وهي دلوقتي صينيه في الفرن، ساعه الا ربع بالظبط تنبهيني. وانا خلاص سهيت الرواق. مش كانت الزفته اللي اسمها اماني دي تبقى معانا، كان شارك بايدينا شويه.
بس لما اشوفها بدل ايه. شيليها من دماغك بقى. قلتش يعني ما تعرفيش تمسكي لسانك 5 دقايق من غير ما تلوشي الناس؟ حاضر يا اختي. ايه ده؟ في ايه اللي بتخبط؟ جرى ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بابا حبيبتي يا بابا حبيبتي. يا سلام. وحشاني يا ست الناس وحشاني. ازيك يا مجنون؟ وحشتيني قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الف حمد لله على السلامة يا حبيبي. ايه ده مالك خسيت كده ليه؟ انا مش بقول وحشاني، كنت قاطع اكل، كنت بقول لهم عايز ماما. كذاب يا للاش. اخص عليك. ما قلتليش ليه على ميعاد خروجك؟ هبقول لك على كل الكلام ده بعدين. المهم دلوقتي وانا عند الحاج قال لي على حاجه مهمه قوي عايز اتاكد عليها منك. في يا ولد؟ قال لك طبخه ملوخيه. ودي الاكله اللي بيلعبها. بس خليك لابس خالتك من هنا. فلو ايه اللي رزاها علينا؟ لم يا واد. طب لا مش قصدي حاجه يا ماما. اهلا 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 يا محمود. ايه ده انت ما اتغيرتش خالص. الف حمد لله على السلامة. اسمها كفاره يا خالته. يا واد قلت لك اتلم. حسن الفاظك شويه. حاضر يا ماما. ادخل جوه يلا اتمدد شويه كده واستريح وانا هندهك لما اخواتك يجوا. اخواتك اصلهم كلهم جايين النهارده عشان احمد مسافر دبي. احمد دبي؟ عارف، لو كسبتني المرة دي أنا هجيب لك طيارة خاصة. بجد يا جدو؟ إيه بجد دي ولا؟ طبعا بجد يا قلب جدو. جدك فضل لما يوعد يوفي. لا انا كده ركز بقى. ماما جت اهي. مساء الخير يا بابا. ماما جد هيجيب لي سليم طيارة بجد مش لعبة. يا سيدي يا سيدي طبعا. يا بخت من كان فاضل خلي جده. أيوه، روحي كملي الدور بداية. إيه هو سليم يغلبك ها؟ في إيه بينك وبين وجيهة مجد؟ مفيش يا بابا. مفيش إزاي؟ يعني جاية بشنطة هدوم ومعاكي الولاد كمان من غير سبب كده؟ ده بلطة؟ عادي زي اي اتنين متجوزين ما بيتخانقوا. هو واضح انه عنده قضيه كبيره قوي واخده كل وقته ومخليه عصبي. وانا تعبت اعيش كده وانا مش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليا. راجل لما يكون تحت ضغط من راجل مراته انها تقف جنبه مش تسيبه وتمشي. بس اقول لك ايه، يكفي القدرة على فضها. ما هي امك عملت كده قبل منك. يلا عموما ده بيتك يا بنتي. اهلا اهلا عروستنا الحلوه. بقول لك ايه، من غير مقدمات، شكلك كده متخانقه وهتقعدي معانا شويه، فبعد اذنك بعد اذنك لا تتصنطي ولا تتدخلي في حاجه تخصني. ماشي ماشي يا صغنن يا قمر. هو انا كم مره قلت لك ان دماغي المهمه دي ما فيهاش مكان فاضي لا ليكي ولا الاحمد بتاعك ده. بالمناسبه هو طار ولا لسه؟ البيتزا يا فندم. بيتزا؟ محدش طلب بيتزا. اكيد الاوردر غلط. ازاي؟ صعب تلعب معانا يا سيادة المستشار.